تعالوا اقول لكم انا قضيت يومي ازاي في بورسعيد. اول حاجه رحت محميه اشتوم الجميل، وهناك اتفرجت على الطيور المهاجره، وبجد كان شكلهم روعه. وانا بتمشى هناك لقيت البجعه دي، وكانت مقلقه مني في الاول وعايزه تعضني، بس بعدها ادتني الامان ولعبت معاها. بعد كده رحت اشهر حته في بورسعيد وهي المعديه، عشان نعدي من قاره افريقيا لقاره اسيا، وهناك هتشوفوا طيور النورس، فاعملوا حسابكم في اكل ليهم عشان تاكلوهم. وصلت بور فؤاد ورحت جبل الملح واتصورت هناك. بعدها اتمشيت بين الفيلا المعموله على الطراز الفرنسي، وهتلاقوا هناك مسجد اقل ما يقال عليه تحفه فنيه بجد. بعد كده رحت على حديقه فريال، وهي حديقه هاديه جدا ودخولها ببلاش، بس بعدها بقى قررت اني لازم ابدا اكل، والاكل في بورسعيد يعني السمك. فرحت مطعم اسمه مجدي وطلبت من هناك سندوتش جمبري بالبطارخ بالكافيار، والسندوتش ده تسليك زور بس للي جاي. عشان بعدها طلعت على سوق السمك، عشان هناك هتاكلوا احلى وارخص اكله سمك في حياتكم. لقيت السمك اللي انا عايزه، وبعدها لقيت محلات بتشوي السمك واديتهم السمك، وبعدها طلع لي العظمه دي، تحسوا ان الاكل لسه طالع من البحر على الترابيزه. بعد الاكله المتينه دي بقى قررت اني لازم احلي، فطلعت عند حد بيعمل تمريه وزلابي بورسعيدي. كلتهم بس حسيت ان انا عايز احلي تاني، فطلعت على سلسبيله وكلت كاساتا، وطعمها كان حلو قوي بالذات الابيض اللي في النص ده. وختمت اليوم بعلوش عشان اشتري شوكولاته مستورده بسعر كويس. وبس كده. المهم بقى اعملوا منشن لاصحابكم اللي انتوا عايزينهم يجوا معاكم بورسعيد، واكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه نفسكم تجربوها هناك.